يمكن من أكتر الحاجات اللي بتميز العالم في الوقت الحالي هي السرعة والتطور التكنولوجي، ويكون الإنسان دايما مطالب إن هو يحقق حاجات كتير وأهداف كتير موجودة في حياته. ومع اختلاف كل واحد فينا سواء كان في مجال الدراسة أو في مجال الشغل، هتلاقي نفسك في النهاية مليء بمجموعة كبيرة من الضغوطات اللي حواليك. وممكن الضغط ده يكون بسبب شغلك أو بسبب دراستك أو بسبب حياتك الاجتماعية والعلاقات اللي حواليك. وللأسف زيادة الضغوطات دي عن الحد الطبيعي بيكون ليها تأثير عليك وعلى حياتك، وكمان على كفاءتك في أي حاجة أنت بتعملها. وعلشان كده في الفيديو ده هنلخص سريعا كتاب The End of Stress أو نهاية الضغط، واللي هنوضح فيه ازاي تعرف تتعامل مع الضغوط النفسية أو العصبية اللي بتتعرض لها في حياتك، وإيه هي الحاجات اللي المفروض تعملها علشان تتخلص من الضغط ده. يلا بينا نبدأ. الكاتب في كتاب النهاردة بيتكلم عن 4 أفكار أو حاجات أساسية هتساعدك في إن أنت تتخلص من الضغوط النفسية أو العصبية اللي بتتعرض لها في حياتك. الفكرة الأولى وهي رصد الفكرة. بغض النظر عن نوع الضغط اللي تعرضت له أو ما زلت بتتعرض ليه في حياتك، هتلاقي سبب الضغط ده فكرة معينة. ممكن الفكرة دي تكون بسبب حاجة حصلت لك في الماضي أو حاجة لسه هتحصل لك في المستقبل. والكاتب في الجزئية دي بيقول حاجة عجبتني جدا، وهي إن 97% من القلق أو الضغط النفسي اللي موجود في حياتنا إما قلق إحنا اللي بنعمله، أو قلق وضغط من حاجات ملهاش وجود. والكاتب هنا قصده إننا ما نديش الأمور أكبر من حجمها، بمعنى إنك بتركز على الفكرة المتسببة في الضغط ده وبتنظر ليها نظرة واقعية شوية، وهل الفكرة دي ممكن تحصل ولا لا؟ ولو حصلت بالفعل هل هتكون بنفس الدرجة الكبيرة اللي انت متخيلها ولا ممكن النتيجة تكون مختلفة؟ وكمان الكاتب هنا بيوضح وبيقول انك ممكن تهدي الضغط النفسي ده من خلال انك بتحط خطة لأحداث الفكرة دي، ومفيش مانع كمان انك تتوقع أسوأ السيناريوهات اللي ممكن تحصل، ولو حصلت هتتصرف ازاي وقتها. وخلينا واقعيين شوية، فكرة ان انت عندك كذا خطة لو الموضوع مشي في أسوأ الاتجاهات دي حاجة ممكن تريحك شوية، علشان بشكل مبسط بتديك الإحساس ان انت لسه عندك السيطرة او الكنترول على الموضوع المتسبب في الضغط ده، فبالتالي هتخفف من حدة التوتر او الضغط النفسي اللي انت بتمر بيه في الفترة دي. الفكرة التانية اللي هنتكلم عليها النهاردة وهي فكرة تعديل السلوك. الكاتب هنا بيوضح وبيقول ان مشكلة الضغط النفسي ان بيخلي سلوكنا يتجه في حاجة من الاتنين، اما انك تكون عدائي جدا بتتعصب وتتضايق بسهولة ومش طايق نفسك طول الوقت، او انك تكون انسحابي بشكل مبالغ فيه وانه يصيبك باللامبالاة وتنعزل عن العالم كله. وسواء الحاجة الأولى أو التانية فالاتنين هيزودوا الضغط ده عندك، بمعنى إنك لو اتعاملت بالمبدأ الأول وكنت عدائي جدا ومتعصب طول الوقت، أي حاجة هتقابلك هتعصبك زيادة وتضغطك أكتر ما أنت مضغوط. ولو انسحبت أو انعزلت عن العالم ده برضه ممكن يتسبب في مشاكل في شغلك أو في دراستك أو حتى في علاقتك مع الناس اللي حواليك، والمشاكل دي كلها في النهاية هتوصلك للضغط برضه، فتلاقي نفسك بتضغط علشان أنت متضايق وزعلان إنك مضغوط فتضغط أكتر. والكاتب هنا بيركز على فكرة تغيير أو تعديل السلوك لما نتعرض لموقف فيه ضغط نفسي أو عصبي، بمعنى إنك لا تكون شخص عدائي جدا ولا تنسحب وتنعزل عن العالم، وتحاول بقدر الإمكان إنك تعمل كنترول أو سيطرة على نفسك علشان في النهاية ما تتسببش في مشكلة تانية وتزود الضغط ده. الحاجة التالتة اللي هتساعدك في ان انت تتخلص من الضغط النفسي اللي بتتعرض له في حياتك وهي انك تقبل ظروفك. يمكن المشكلة الأساسية اللي ممكن تزود الضغط النفسي بسبب أي حاجة ممكن تحصل لك هي عدم قبولك للحاجة اللي حصلت دي. يعني مثلا لو انت شغال في مكان معين وحصلت مشكلة، بتلاقي نفسك من جواك كده مش قابل المشكلة اللي حصلت دي، وبتفضل تلوم وتعاتب في نفسك طول الوقت. وكمان المشكلة الأكبر إنك تدخل في دوامة لو ما كنتش عملت كده ما كانش ده حصل، أو لو كنت عملتها بالطريقة الفلانية كانت ممكن النتيجة تكون مختلفة. والكاتب هنا بيركز على أهمية قبولك للمشكلة، وكمان الحاجة الأهم إنك تستفاد من الخطأ اللي حصل ده وما تخلوش يتكرر مرة تانية في المستقبل. كلنا بلا استثناء ممكن نتعرض لمواقف كتير ممكن ما تكونش كويسة في حياتنا، فيها حاجات بإرادتنا وحاجات ملناش دخل فيها، بس الشخص الذكي هنا هو اللي يعرف يستفاد من المواقف دي كلها ويكون عنده خبرات في حياته بعد كده. أي شخص شاطر سواء كان في مجال الشغل أو الدراسة أو حتى في علاقاته ما بين الناس هو الشخص اللي قدر يكون خبرات كتير في حياته ويستفاد من كل كبيرة وصغيرة بتحصل له. الحاجة الرابعة والأخيرة اللي اتكلم عليها الكاتب في كتاب النهاردة وهي القيمة الشخصية الخاصة بيك.
ناس كتير جدا ممكن تضغط نفسها وبزيادة كمان لكونه بس خايف من الفشل، خايف من حاجة معينة ممكن تحصل له، أو خايف من نتيجة حاجة حصلت بالفعل. خلينا أوضح لك الفكرة دي بشكل مبسط شوية. لو الضغط اللي انت فيه دلوقتي سببه مشكلة حصلت لك في الشغل، فانت أكيد قدمت للشغل ده حاجات كتير كانت كويسة، ولسه كمان هتقدم أكتر، وليك قيمة في الشركة أو المكان اللي انت بتشتغل فيه. أما لو انت ما جبتش الدرجة اللي كنت بتتمناها في الامتحان، فانت أكيد ذاكرت واستفدت وعملت اللي عليك، وارد جدا انك تتعرض لموقف يتسبب في انك تخطأ في الامتحان. أما لو سبب الضغط ده علاقة في حياتك، فانت أكيد ليك رصيد أو قيمة عند الشخص اللي حصلت معاه مشكلة وتسببت في الضغط ده. الخلاصة بقى من كل الكلام اللي أنا قلته ده إن كل واحد فينا عنده القيمة الشخصية الخاصة بيه، والقيمة دي مش بتتحدد بناء على ظرف معين انت تعرضت له في حياتك. القيمة دي بتتحدد بناء على حاجات كتير انت عملتها قبل كده، وحاجات كمان لسه هتعملها في المستقبل. وفي فرق كبير جدا بين إنسان تعب في حياته وقع مرة واتنين وتلاتة وعشرة لحد ما كون كيانه أو القيمة الشخصية الخاصة بيه، وبين إنسان تاني فجأة لقى الحياة بسيطة وسهلة. صحيح الشخص الأولاني شكله ممكن يكون أضعف، لكنه بيكون أقوى، وفرصته بتكون أكبر للاستمرار والنجاح. أشوفكم في فيديو جديد.